اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل حاجة جميلة ولذيذة جدا جدا. ناس كتير قوي قوي، بل يعني كل الشعب بيحبها. حاجة حلوة قوي قوي قوي. يلا بينا. قبل ما ابتدي واقول لكم هنعمل ايه، يلا بينا لايك وشير وسبسكرايب لاكلات في مطبخك، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. معايا 100 جرام من الزبدة، يعني نص كوباية من الزبدة، وعليهم كوباية مية سايحة زي ما انتوا شايفينها كده. كوباية مية سايحة زي ما انتوا شايفينها كده، وان شاء الله هحاول اكتب لكم المقادير بالكوباية والجرامات في صندوق الوصف. يبقى حطينا نص كوباية من الزبدة، عليهم كوباية مية سايحة، المج الموجود في كل بيت كوباية مية سايحة كده. نقوم حاطينها عليهم، وبعدين هنجيب معلقتين اتنين صغيرين من السكر ونحطهم كده. وهناخد الكلام ده ونروح فين؟ نروح على النار. طب احنا ما قلناش احنا بنعمل ايه لغايه دلوقتي. احنا بنعمل الاكلير. الاكلير سهل وبسيط جدا، وناس كتير بتحب ان هي تجيبه وبتقول مش بنعرف نعمله. وذرة ملح عشان ما ننساش الاول، وبعد كده نتكلم. وذرة من الملح، وبعد كده ناخد الكلام ده كله ونحطه على النار. ناس كتير جدا بتحبه وبتحب ان هي تجيبه. وكوبايه الدقيق اللي انتوا شايفينها دي الاكواب المعياريه. كوباية دقيق، لو ما عندكيش هتحطي كوباية من الدقيق اللي هي العادي زي كوباية المية كده. هناخد الكلام ده كله ونسيبه على النار لغاية اما الزبدة تسيح ويغلي معانا على النار بالشكل ده اهو. مجرد ما انه هو غلي بالشكل ده هننزل بالدقيق ونقلب اهو. الدقيق كده هننزل بيه ونهدي النار ونشيل كده الطاسة من على النار، ونبتدي ان احنا نقلب. عامله بقى في طاسه، في حله، في اي حاجه، المهم ان انت تشيليه بس كده على ما تقلبي والدي يشرب من السوائل كلها اللي انت حطاها. وهنرجعه على النار تاني. بصوا انا بقلبه الاول كده على ما كل حاجه تندمج مع بعضها، والدقيق يتشرب من الخليط اللي احنا حطيناه اهو. سهل وبسيط، وايدك بقى تتنيها فيه، ايدك تتنيها شغاله كده فيه اهو. هنرجعه بقى على النار عشان عايزينه يستوي كده على النار. ايدك فيه لغاية اما كله يتجانس وتلاقيه ابتدى هيلزق في الارضية من تحت كده خلاص. هتلاقيه عمل قشرة بسيطة كده تحت. تعرفي ان هو كده بقى خلاص، هتبتدي ان انت تشيليه من على النار اهو. بصوا، او كله يتكون ككورة واحدة. يعني انا بقولك كل الاحتمالات اللي هتقابلك عشان تعرفي ان هو استوى ازاي معاكي اهو. ان انت تلاقيه عمل طبقة في الارضية، او كله اتكور وبقى كرة معاكي على نار هادية بالشكل اللي انت شايفاه ده. سهل وبسيط قوي 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 اهو. بصوا انا ايدي شغالة فيه، مش بسيبه واروح في حتة، لان المرحلة دي مهمة جدا ان ايدك تتنيها تقلب فيه بالشكل ده اهو. قلبي بقى كده بالمعلقة على طول باستمرار، وانتي عمالة تقلبي فيه اهو، بالراحة وواحدة واحدة. وخلي بالك من ايدك لا تتلسع منك اهو. بصوا انا سايبالكوا الكاميرا شغالة علشان تشوفوا انا هسيبه قد ايه، او انا هعمل ايه علشان مفصلش وارجع وانتوا ما تعرفوش انا عملت ايه دلوقتي اهو. انا بقلب فيه بالشكل ده لغاية اهو. بصوا ابتديت الاقي هيكون طبقة كده في الارضية. هنشوفه مع بعضنا دلوقتي. تجيبي الجوانب وتجيبي من تحت لفوق ومن فوق لتحت اهو. بصوا بوريكم بقى القشرة اللي هي ابتدت تتكون تحت دي كده. كده خلاص، كده هو ابتدى يستوي معانا. هنطفي بقى النار ونسيبه يبرد خالص تماما معانا اهو. بعد ما برد، بس انا حاسه ان هو لسه دافي شويه، هجيب المضرب وابرده بيه دلوقتي اهو. بصوا انا سبته يهدى شويه، بس انا لو انا مستعجله عليه هبتدي ان انا اعمله بالمضرب اهو عشان اهويه اهو. بصوا هبتدي ان انا كده عشان اهويه، ولو في لسه اي سخونيه ولا حاجه تطلع منه. لو انتي مش مستعجله سيبيه يبرد براحته خالص تماما 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 اهو. بصوا انا عماله بضرب فيه عشان في لسه حبه دفى فيه كده، فانا هحاول ان انا اطلعهم عشان ابرده على طول اهو. بصوا بشوفه كده كده خلاص برد معانا. هنجيب بقى البيض بتاعنا وهنبتدي ان احنا نحطه بيضة بيضة. دي اول بيضة اهي.
هكسرها الاول في طبق. هو المفروض بياخد من 3 ل4 بيضات. لو البيض بتاعك كبير حطي 3، لو البيض صغير حطي 4. فانا هنشوف دلوقتي الخليط هياخد معايا قد ايه. انا البيض بتاعي كان كبير، اخد معايا 3 بيضات بس اهو. بس هنحط بيضة بيضة، لازم تحطي بيضة وتشربيها للعجين بالمضرب كده، وترجعي تحطي البيضة التانية، وما تنسيش الفانيليا عشان ريحة الزفارة اهي. بصوا انا بضيع البيضة خالص ازاي. بضيع البيضة خالص بالطريقة دي اهو. ادي البيضة التانية هنعملها واحدة واحدة، وهنحطها واحدة واحدة دلوقتي. لازم كده يعني، ما تحطيش البيض كله مرة واحدة، لازم بيضة بيضة، وتبتدي ان انتي تشغلي المضرب لغاية ما يشرب معانا. هنحط الفانيليا حوالي معلقة صغيرة كده من الفانيليا علشان ريحة الزفارة. انا بحب استعمل في البيض الحاجة اللي فيها بيض الفانيليا السايلة، اما الحاجة اللي ما فيهاش بيض زي شربات او كده بحط له الفانيليا اللي هي البودر. بصراحة بيبقى بتفرق وبتخليه طعمه حلو جدا اهو. بصوا انا بشرب البيضة الاول وبعدين ارجع احط البيضة اللي بعدها، ما بستعجلش واحط البيض كله مرة واحدة. لازما كده عشان القوام يطلع معاكي مظبوط ويطلع ناجح. طبعا احنا مولعين الفرن على درجة حرارة 180. هيتحط في الفرن حوالي 50 دقيقة. هيتحط في الفرن حوالي 50 دقيقة. وادي البيضة التالتة اهي. بصوا حجم البيض عندي كبير ازاي، فعلشان كده انا اخد مني 3 بيضات بس. وهوريكي القوام اللي انتي برضو هتوصلي له علشان تبقي عارفاه ان انتي تحطي 3 ولا 4 بيضات. وهبتدي احطها هي كمان، وهبتدي اضرب بالمضرب كويس جدا، واشرب برضو الخليط البيضة دي اهو. بص الموضوع ما فيهوش اي تعقيدات ولا اي حاجة، بالعكس ان انتي تفهمي الخطوات ماشية ازاي هتطلعي احلى اكلير معاكي. لان الناس كتير جدا بتحبه، وهو طبعا يتحب بصراحة، لان الاكلير جميل جدا 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 اهو. بصوا القوام ابتدى يتظبط معايا اهو. فانا كده خلاص مش هحتاج البيضة الرابعة معايا في حاجة اهو. وهوريكي الخليط بيبقى شكله عامل ازاي دلوقتي. بصوا اهو مسك في المضرب ازاي. كده خلاص القوام بقى مظبوط، مش هحتاج ان انا اعمل فيه اي حاجة. هنجهز ايه؟ هنجهز كيس وبلبلة علشان نبتدي، وصاج مفروش عشان نبتدي. ادي القوام بتاعه اهو، علشان كده هيبقى جاهز معايا. جبت كيس وجبت صاج وفرشته. وبعد كده هجيب كيس. انا بعمل طول الاكليرة 10 سنتي زي طول الجاتو بالظبط. هتجيبي بلبلة كده اهي تخينة شوية، كبيرة يعني شوية، وتحطي فيها الخليط وتبتدي ان انتي تمشي واحدة واحدة كده. احنا قسنا خلاص على اول واحدة، فبنبتدي نساوي كله بيها، وهنجيب المقص ونقص كده، وفي الاخر هنساوي الطروف دي اهو. بصوا سهل جدا الموضوع، ما فيهوش اي حاجة. بالبلبلة والكيس، وتبتدي ان انتي تضغطي بالشكل ده اهو، وتقصي كده. وبعد كده هتمشي على هذه الخطوات بقى كله، ونخلص كله وهوريهولك. خلصنا كله بالشكل ده، وهنبتدي ندخله الفرن زي ما قلتلك. من اول ما ابتدينا مشغلينه على درجة حرارة 180، هيتحضر لمدة 50 دقيقة اهو. بصي بنساوي كده بقى الحروف بتاعة الاكلير. بتبططيها بسيط كده عشان ما تبقاش طالعة كده واقفة ولا حاجة، لا بتسويها بالشكل ده اهو. مفيش اسهل من كده. هيدخل الفرن وحجمه هيزيد. انا موسعه ليه؟ لما تيجي تعملي وسعي ما بين كل واحده والتانية، عشان الحجم بتاعه هيزيد مش هيتنيه زي ما هو كده، وهيفرغ من جوه وهيبقى جميل جدا جدا جدا. هتدخليه بقى الفرن زي ما قلتلك على درجة حرارة 180 لمدة 50 دقيقة، وهنشوفه لما يطلع هيبقى شكله عامل ازاي. بس بصوا شكله جميل ازاي. حابه تكبري تصغري تعملي كور براحتك، اللي انتي الشكل اللي انتي حباه في ايدك الكيس والبلبله واعمليه. بعد ما طلع اهو من الفرن بعد 50 دقيقة بقى بالشكل الجميل ده، ومنتفخ وبقى جميل ومفرغ من جوه وبقى جميل جدا 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 اهو. ابقي ادهني ورق الزبدة
او ادهني الورق اللي انت هتحطي عليه. بصوا من فوق زي من تحت، واللون كل واحد وجميل جدا جدا وخفيف جدا جدا. بعد ما استوى بقى خفيف قوي قوي قوي. هنيجي نعمل الكريمة بتاعته او الحشو بتاعه. انا عن نفسي بحب اعمله نص كريم شانتيه نص كريم باستري. ده اللي انا بعمله. حطي السكر على قد الكريم شانتيه الخام اللي انت هتحطيه. انا هحط مثلا ربع كريم شانتيه، يبقى هحط مثلا نص تمن سكر. يعني هحط ربع كوباية كريم شانتيه، هحط تمن كوباية سكر، وعليها نص كوباية من المية المتلجة زي ما انا وريتها لكم كده. نص كوباية من المية المتلجة. هنضرب الاول السكر مع المية المتلجة لغاية اما السكر يدوب بنسبة 50%. وبعد كده هنضيف الكريم باستري وهنضيف الكريم شانتيه. طبعا احنا عارفين ان الكريم باستري بيبقى مسكر لوحده، اما الكريم شانتيه انا بجيبه عن نفسي خام اللي هو المتحدة المضرب، فما بيبقاش مسكر، فبحط السكر على قده هو بس. فانا هحط ربع لان انا عامله كميه بسيطه، فهحط ربع كوبايه كريم شانتيه خام على ربع كوبايه كريم باستري، وهنحط تمن كوبايه سكر ونص كوبايه من الميه المتلجه. ادي الكريم باستري اهو. هنحط ربع كوبايه من الكريم باستري اهو، هتشوفوه دلوقتي. ده الكريم باستري اهو، هنحط منه ربع كوباية. الكريم باستري والكريم شانتيه قد بعض. ادي ربع كوباية من الكريم باستري، وهنحط ربع كوباية من الكريم شانتيه. كريم باستري هتحسي ان هو مدخلك على لون مصفر كده شوية، بس طعمه لذيذ جدا جدا جدا. وادي ربع كوباية من الكريم شانتيه، واحنا حاطين السكر والمية في الاول. وهنبتدي بقى ان احنا نضربهم كويس جدا جدا لغاية ما يدوبوا مع بعض. هنمشي بس المضرب بايدينا قبل ما نشغله عشان ما يطلعش هبو علينا دلوقتي اهو. بصوا هنبتدي بقى نضربهم كده كويس، وبعد كده هتشوفي القوام اهو. بعد ما نضربه كده كويس بقى متماسك معانا وبقى حلو جدا 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 اهو. بصوا بقى عامل ازاي. هنجيب بقى كيس وهنحاول ان احنا نعمل دلوقتي الاكلير بتاعنا اهو. بصوا دي انا هفتح بيها الاكلير كده من ورا، هعمل له فتحتين اتنين كده اهو. بصوا كده فتحتين علشان احط فيهم الكريمة اهو. الكريمة انا حطيتها في كيس وبلبلة تانية رفيعة شوية، وهبتدي ان انا احط كده. الكريمة هتدخل من الناحيتين هتقابل بعضها، وهيبقى مليان من جوه وجميل جدا 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 اهو. ايه رأيكم؟ بصوا الجمال بقى. وهتبتدي ان انت تحطيه على وشه وتسيبيه اهو. بصوا اهو هتحطيه كده على وشه على ما نخلص بقية الكمية اللي معانا كلها. وهنبقى طبعا مجهزين ايه، هنبقى مجهزين جناش شوكولاتة عشان نحطه على الوش اهو. زي ما انتوا شايفين كده عبارة عن ايه جناش الشوكولاتة. عبارة عن نص كوباية من الشوكولاتة السايلة يعني اللي متدوبة، عليهم ربع كوباية من اللبن، بس اللبن المغلي، وتحطيهم على بعض هيبقى جناش شوكولاتة بالشكل ده. يعني نص شوكولاتة عليه ربع لبن اهم. بس بقى بالشكل اللي انت شايفاه والجمال ده. هتبتدي تحطيه بقى لغاية اما الجناش يتماسك، وبعد كده هتبتدي ترصيه في العلبة وتطلعي الاوردر، او لو هتاكلوه في البيت بألف هنا والشفا عليكم اهو. بصوا الموضوع سهل وبسيط جدا، وبجد مش عايزة اقول لكم اتشكر لي فيه قد ايه، وفي طعمه وفي جماله. انتوا هتجربوه بنفسكم، وهستنى تعليقاتكم وهستنى ردكم على الموضوع ده. بجيب ورق بقى زي ورق الجاتو بالظبط اللي بيتحط تحت الجاتو، واحطه تحت قطعة الاكلير، وابتدي ان انا ارصه في العلبة اللي هيطلع فيها الاوردر بالشكل ده. اتمنى الفيديو يعجبك. احلى واجمل متابعين في الدنيا.